السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم بيت سوبر مامي، وده فيديو جديد. تعالوا النهارده نعمل ترتيبات بقى الشهر باذن الله قبل الشهر ما يبدا. يعني طبعا كل واحد فينا بيقبض في وقت معين، فخلوا عندكم الفيديو ان شاء الله. استعينوا بيه قبل بدايه الشهر. اول حاجه هعملها مع حضراتكم اللي انتوا شفتوه ده طبعا خبز السوردوه، هكلمكم عنه برضو. في ناس كتير قالت لي اعملي التوست، فحاضر هعمل معاكم التوست، بس انا النهارده كنت بخبز العيش العادي. هتلاقوا الرابط بتاعه موجود في اول تعليق مثبت، هحط لكم رابط الخميره الطبيعيه. طيب البخاخ بتاعنا فيه ايه؟ احنا لسه محضرينه امبارح، فيه خلطه سوبر مامي مخففه. اللي ما شافش فيديو امبارح فيه 3 خلطات حلوين جدا، ان شاء الله يعجبكم. المهم خلاص احنا المكان ده ناس كتير قوي قالت لي خلي بالك ان ده لو اتغسل اللي هو الصينيه دي بتبوظ، بس انا مش هغسلها، هي لو ايدك فيها كل يوم مش هتغسل. فانا لقيت مفرش عندي كده شكله حلو، فهقص منه حته، وبرده هحط فوقه كيس سندوتشات، بحيث ان انا احافظ برده على المفرش، لان دي منطقه دهون يعني. على فكره اكياس السندوتشات دي يعني عايزه اقول لكم بالنسبه لي انا ليها استخدامات كتير جدا. يعني اكياس السندوتشات، ورق الزبده، عندي استخدامات ليهم غير اللي انتم عارفينهم يعني. ان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديوهات عنهم. طيب تعالوا بس احنا نخلص اللي بنعمله ونقول هنعمل ايه النهارده. النهارده انا ببص على الدواليب بتاعتي كلها، بشيك على بيت الخزين، بشيك على كل حاجه موجوده عندي عشان اقدر اعرف هشتري ايه. طيب انا دلوقتي نزلت ازازه زيت هلا، دي تقريبا 700 او 600. عندي بقى ازازة تانية كريستال، تقريبا كانت 2 لتر وربع او 2 لتر و200. فخلاص كده انا مش محتاجة زيت ل10 ايام، ميزانيتنا هتكون 10 ايام. الميزانية واقعية مش 100% ان شاء الله باذن الله، يعني اكتر من 100% باذن الله. ليه؟ لان فيها كل البنود باذن الله. تمام. طبعا لو انت عايزه ميزانيه اقل من كده، قللي زي ما انت عايزه. هقول لك تقللي ازاي. خلاص، لان انا ما بقدرش اعمل ميزانيات شخصيه، لان بيحصل اعتراضات كتير قوي من ناس كتير قوي، تقول لي ايه الرقم ده، ايه ال3000 دول، ايه ال1000 دول. سيبوا كل واحد يا جماعه يعيش يعني في ظروفه وفي امكانياته. تمام. ده الضرفه اللي انا عملتها معاكم بتاعه الخزين، برضو شيكت عليها كده. طيب هناخد بقى البهارات بتاعتنا، وهنبتدي نجيب ورقه وقلم وهنبص ايه اللي ناقصنا. لا، البابريكا فيها تستنى معايا 10 ايام. هنا بس كنت بخبز، فقلت اوريكم عامله رغيفين. رغيف انا النهارده ما شاء الله عامله 3 عشان الصراحه اخلص بالمره. ده بالقرفه والزبيب، والتاني ده بالدقيق الاسمر. 3/4 دقيق اسمر وربع بس دقيق ابيض. خلاص. ده اللي بالقرفه اهو طلع من الفرن، ده معمول نفس المقادير اللي انتوا شفتوها في الفيديو، اللي هحط لكم بس مزوده عليها معلقه كبيره مليانه من القرفه وزبيب. القرفه بحطها من اول الوصفه مع الميه في الخلط، لكن الزبيب بحطه في الوصفه وانا بقفل الرغيف وخلاص هدخله التلاجة يرتاح. الفيديو شرح نفسه يعني، ان شاء الله اللي هسيب لكم الرابط بتاعه. بصوا ما شاء الله تحفة. طبعا ريحة القرفة كانت مالية البيت. طيب خلصنا خبزتنا ودخلت تاني، كملت بقى كتبت الطلبات ورقة وقلم، وهكتب بهارات اللي ناقصاني. اللي مش محتاجاه قوي مش هشتريه. لقيت نفسي كمون كزبرة، لا معلقة من كل حاجة، فمش هينفع. طيب انا دلوقتي لما اعمل ميزانية 10 ايام، القرفة برضو فيها شوية صغيرين جدا. وانا بستخدمها كتير، بشوف كده ايه، لا كله تمام. ال7 بهارات انا هعمل معاكم زعتر مفيش. فانا ممكن ال10 ايام دول اشتري كميات قليلة قوي من كل حاجة تكفيني بقية الشهر. خلاص. وممكن لا، ممكن اشتري نوع او نوعين كمية كبيرة، ونوع تالت كمية صغيرة يكفيني 10 ايام، واعكس. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني مثلا افرضوا انا مثلا الزعتر مش بستخدمه كتير، فممكن اجيب كميه قليله قوي قد ال10 ايام دول. لا، الكمون والكزبره اساسي عندي، فممكن اجيب منهم كميه كبيره، وهكذا. اللي بيعمل نظام 10 ايام ده بيظبط الدنيا بالطريقه دي. ايه اللي محتاجاه قوي وايه اللي لا ممكن استنى عليه، وهكذا. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني هي بتمشي بالطريقه اللي انا بقولها لحضراتكم دي. طبعا انا طقم البهارات هغسله. عندي انا على فكره الفرشه دي حلوه جدا، هي سيليكون وبتخش في اصعب الحتت لانها سيليكون، فبتبقى طريه كده. فهنغسل بتوع البهارات بتوعنا ونظبطهم ونسيبهم ينشفوا، عشان لما ننزل نشتري طلبات البيت تبقى الدنيا الحاجه نظيفه. دايما عودي نفسك علبك وانتي نازله السوق تبقى نظيفه. علب الرز، علب المكرونه، تبقى نظيفه. ليه؟ لان انتي هتيجي تعبي على طول، مش هتقدري تغسلي وتستني اما ينشف، لان دول بيبقى فيهم ميه ولازم ينشفوا كويس عشان هنحط فيهم بهارات وحاجات زي كده. فسياسة البهارات هتشوفوها معايا لما اجيب لكم مشتريات ال10 ايام. طيب يا امل، انتي المره دي
عاملة الدنيا غالية ليه كده او مرفع الاسعار؟ الاسعار غليت كلها، يعني حصل زيادة في المرتبات الشهر ده، فكل الاسعار غليت. هتشوفوا، هتنزلوا وتشوفوا انتوا. وانا ما بحبش اعمل حاجات وهميه اللي هي ما تكونش موجوده في الوجود، اللي هو مثلا كيلو جبنه بيضه هيكفينا الشهر، دي صعبه جدا يا جماعه. خاصه لو انتوا من الناس اللي عايزين تاكلوا ولادكم بروتين كويس، ومش عايزين تاكلوهم عيش وحاجات كده كتير. فاهمين قصدي ازاي؟ فمعلش احنا بنيجي على حاجه قصاد حاجه، فطبعا بنقدر نقلل تكاليفنا بطريقه تانية. طيب ده الرغيف ما شاء الله اللي كان فاضل ده ساده بقى، ما فيهوش حاجه خالص، بالدقيق الابيض كله. طبعا بتسيبيه يخمر في التلاجة من بالليل للصبح 12 ساعة، وبغطيه بدقيق الرز، وبعدين هبتدي ارسم عليه رسمة بسيطة. ده ورق يا جماعة الزبدة اللي هو بيتغسل، هو بيتجاب من عند خليل، هو اسمه كده ورق زبدة بيتغسل. بيكون الشيت حجمين، في حجم ب35 جنيه وفي حجم ب50 جنيه. اجيبه انا جايبه الكبير الصراحة ومقسماه. المهم يعني، فبيتغسل كذا مرة. طبعا بيبتدي بعد مدة يتلسوع يتعمل، مش مشكلة يعني. الرسمه بقى دي حاجه ترجع لك، اللي انت عايزاه، عايزه ترسمي عليه ما ترسميش، لان هو كده كده بيتقطع، بس بيبقى ليه شكل حلو يعني لما يطلع من الفرن. فانا برسم كده زي اوراق الشجر كده، وبتفتحي فتحه علشان الجيب ده اللي هو في الجنب اللي بفتحه ده، عشان يتنفس الرغيف وينفش ويتفتح. ده يا جماعه موس اللي في ايدي ده موس عادي جدا. خلاص. طيب انا بخبزه ازاي؟ انا بخبزه في قالب بايركس. قالب وليه زي ايه، انا بعمل بس كده عشان يطلع ليه الاير دي اللي بيسموها، يعني ودن الارنب. ما انا ما بتفرقش معايا. بصوا، بقلب بايركس ده ليه غطا زيه، فبرش رشة مية كده وادخله في فرن. بياخد 25 دقيقة من غير بالغطا، و25 دقيقة من غير الغطا. تمام. اليوم اللي هو قبل مشتريات السوق ده او اشتريات تموين البيت ده مهم جدا، لان هو ده اليوم اللي هيحدد هتصرفي قد ايه. وما تنزليش كده تشتري من غير ما انت عارفه ايه اللي عندك في الدواليب. طب انا هقول لكم على حاجه دلوقتي حصلت معايا من شهر كده، وده خلاني كنت مشغوله وما كنتش طلعت كل علبي نفس الطريقه دي. هحكي لكم دلوقتي. المهم، انا هنا الدقيق فاضل حبه في العلبه، فانا محتاجه دقيق. في حاجة اسمها بيت خزين، ان شاء الله هعمل لكم فيديو. انا عارفة ان انا متأخرة، بس والله العظيم يعني انا المشاهدات شوية جدا، فخلاص يعني الواحد بيقدم اللي هو ايه يعني. كده كل كام يوم بنزل فيديو. عندي النشا، محتاجة رز، محتاجة سكر. هنا علبي فيها سكر، فايه هتقسمي. طيب انا لو انا ما عنديش ولا كيلو سكر، خلاص، فانا ممكن اجيب 2 كيلو. تمام. ليه؟ لان انا ما عنديش خالص. طب اعمل ايه في بيت الخزين؟ هحط فيه كيلو، وهستخدم كيلو في ال10 ايام دول. طبعا هو هيفضل منه لو انت ما بتعمليش حلويات يعني. طيب لا، انا بقى عندي في بيت الخزين واحد، يبقى اجيب واحد بس. فانت بتبدلي وتوفقي على اساس ايه اللي عندك ستوك. احنا بيت الخزين بنعمله ليه؟ الفكره منه ان احنا بنسيب حاجه ستوك، الله لا يقدر فلوسك تتاخر عليكي، انت تنزليش اي حاجه، فيبقى عندك رز ومكرونه وسكر، الحاجات اللي هي الاساسيه. هنا انا طلعت كيس سكر كان عندي، بس كده بيت الخزين ما فيهوش ولا كيس سكر. خلاص، فيبقى انا ان شاء الله اول 10 ايام دول هجيب سكر. تمام. وفي المواد التموينيه هاخد سكر، لان انا كده ما عنديش سكر خالص. الرز عندي كيلو، فبرضه هفتحه، فهتلاقوني في ال10 ايام دلوقتي في الجدول مزوده كميه اللي ايه الرز. طيب الاستخدام ده يا امل ازاي؟ الاستخدام ده ليه علاقه بحضرتك. عارفه استخدامك. بصوا، ما ينفعش ابدا اعمل لكم انا ميزانيه. انا اكتشفت ان عمل الميزانيات ده حلو وجميل جدا وكويس قوي، بس بصوره شامله، وانتوا بقى على اساسه حطوا الحاجات اللي انتوا بتحبوا تشتروها. يعني مثلا انا مثلا بالنسبه لي ما بستخدمش سكر كتير، انتي بتستخدمي سكر كتير، فهنبقى لو انتي مش زي بعض، استهلاكنا مش زي بعض. فانا لو حطيت لك كيلو سكر هتقولي ده شويه قوي، فلو حطيت لك 2 كيلو سكر هتقولي ده كتير لو انتي ما بتستخدميش. فهمتي قصدي ازاي؟ فانا هديكوا الفكره خلال 10 ايام، وازاي تبدلوا وتوفقوا فيها، وانتوا تقدروا ان شاء الله تظبطوا الدنيا بالورقه والقلم. طيب هنا علب المكرونه كله نضفته، كله بقى بكتب بقسماط، لا في حبه حلوين، خلاص بكتب كله، بكتب كله. عندي ايه اللي ناقص قوي؟ ببص عليه في ورقه لورا، لقيت في ورقه لورا، فخلاص تمام كده. بصيت عليه، شيكت عليه عشان الدنيا حر. ومسحت العلب. الخلط بتاعت سوبر مامي مخففه، حطها على ده لسان عصفور متحمر، فبرضه مش محتاجه. على الفوطه الميكرو فايبر، وبمسح علبي وارجعها مكانها زي ما كانت. لو في بقى علب فاضت ومحتاجه اغسلها، بغسلها اول ما افضيها. تمام.
طيب عندي شويه فشار، فانا محتاجه فشار، هبتدي بقى اجيب الورقه والقلم واكتب. محتاجه فشار، محتاجه فول، ما عنديش فول تدميس، محتاجه فول اعمل فلافل لان فاضل لي كيس فلافل واحد بس ممكن استنى. محتاجه حمص طبخ اللي هو الحمص الكبير الشامي لان ما عنديش خالص. كتبت فاصوليا بيضه. وبعدين وانا هقول لكم الحاجتين بقى اللي اكتشفتهم ان انا ما عملتهمش الشهر اللي فات، مش اللي على الشهر اللي فات، اخر 10 ايام اشتريت الشهر اللي فات معاكم لو تفتكروا ربع كيلو. بس لو شفتوا الفيديو هتفتكروا ربع كيلو بن. وقلت انا مش محتاجاه بس ما لقيتش التمن فاضطريت اجيب الربع خلاص. فلفيت الكيس بقيته الصراحه وشلته في الدولاب. جيت وانا بقول انا عايزه بن، ده انا ما عنديش بن خالص. فالنهارده بقى لما نزلت كله لقيت بقيت كيس البن فرحت بيه الصراحه. لقيت بقيت كيس البن اللي كان ربع كيلو، فما شاء الله كده يكفيني 10 ايام. فاحنا يا جماعه بنعمل بالطريقه دي احسن طريقه. لكن في ناس تقول ايه لا انا بشتري بالشهر كله. انت حره، انت خدي مني الفكره ونفذي اللي انت شايفاه اقرب ليكي. خلاص كده. هنا فتحت دولاب الشاي والسكر والكلام ده. في شاي ورا هعمله بالقرنفل، الحاجات اللي زي كده. فشيكت عليها وشفت ايه اللي ناقصني وايه اللي عايزه اشتريه. طيب هنا بنكتب كل حاجة. نيجي لبقية المشتريات. قلت عايزة شاي، قلت عايزة نسكافيه، قلت لا بن عندي فمش عايزة بن. قلت مثلا محتاجة أعشاب، لا عندي أعشاب، عندي ينسون، عندي كركديه، وهكذا. بتكتبي كل حاجة وبتبصي وتشوفي ايه اللي ناقصك. فالبن اهو بوريهولكوا، شفتوا ده كان فرحت بيه قوي الحبة دول. اصل مبلغ يعني مش اقل من 70 جنيه عشان تجيبي تمن بن، فاهمة قصدي ازاي؟ المهم يعني طبعا انا بعتذر عن اي حد هيقول لي اعملي ميزانيه مخصوص. بعتذر لكم جدا يا جماعه. خلاص الموضوع ده انا مش هقدر اعمله لان يعني بيحصل فيه مشاكل كتير. فانا بديكوا الفكره وانتوا ظبطوا زي ما انتوا عاوزين. خلاص كده. كتبت عايزه لحوم ايه، وكتبت عايزه دجاج ايه، وكتبت ايه ناقصني في مساحيق الغسيل، وكتبت كلور. وهتشوفوا الجدول دلوقتي معايا. وانا ان شاء الله هنزل لكم الميزانيه دي، ودي هتكون ميزانيه عاليه شويه. طيب ادي الرغيف اهو بتاعنا هنقطعه. بتقطعوه بالشكل ده وتسيبوه يبرد. طبعا انا لما بخبز 3 رغيفه كده بسم الله ما شاء الله في يوم واحد بشيل في الفريزر. انا كده عندي اكل لمده 10 ايام وزياده. مش بشتري عيش بقى خلاص، بطلت اشتري عيش خلاص، مكتفيه بالسوردو. ده اللي بالقرفه والزبيب تحفه. عايز بقى معلقه مربى، معلقه مع كوبايه قهوه، عليه سكر كمان، عليه معلقه سكر. شايفين شكله؟ طبعا هو صحي جدا بس مش لدرجه ان احنا ناكل 2 3. هي واحده بس، هي واحدة فقط في اليوم. شايفين الزبيب عطيه طعم حلو جدا. يعني ممكن تاخديه كسناك حاجة حلوة، تدهنيه مسحة شوكولاتة لو انت بقى عايزة يعني تروقي نفسك جامد. ده بقى اللي هو بالدقيق الابيض. شايفين ده بقى اللي بالدقيق الابيض كله. ودي الرسمه اللي انا عملتها معاكم اهي. برضو هقطعه. بصوا من جوه، هقوله لكم من جوه شكله بيبقى عامل ازاي. بصوا في فراغات مظبوطه وما شاء الله جميل جدا. تعالوا نشوف بقى الميزانيه ال10 ايام 2300 جنيه. انا الصراحه مزوداها علشان زي ما بقول لكم انا محتاجه حاجات كتير المرحله دي. فعندك هنا يا ستي الرز، وعندك المكرونه، وعندك السكر كيلو، وعندك الدقيق كيلو. حاطه للشاي والنشويات 100 جنيه. آه حاطه 80 جنيه رز، حاطه كيلو ونص مكرونه ب60، حاطه السكر ب30 كيلو دي ب25 جنيه. 100 جنيه شاي ومشروبات. عايزه تقللي طبعا قللي. 100 جنيه بقوليات. عايزه تقللي بيض 100 جنيه. طبعا ده اكتر من 10 ايام. 150 جنيه جبنه. كتير يا امل؟ لا يا دوبك والله صدقوني. و120 جنيه لبن بواقع 3 كيلو. الكيلو ب40. نيجي للخضار والفاكهه. حاطه لهم 2 كيلو بطاطس، 4 كيلو طماطم، خيار ب20 جنيه، فلفل ب20 جنيه. انا حاطه لكم ارقام الخضار عشان تنزلوا بقى تجيبوا اللي انتوا عاوزينه. حاطه 40 جنيه خضار بقى، كوسه، ربطه ملوخيه، الحاجات اللي زي كده. 15 جنيه بصل، و150 جنيه فاكهه ل10 ايام. بصوا انا بعمل بزياده شويه. نيجي للحوم. حاطه كيلو ونص لحمه ب600 جنيه بواقع ان الكيلو ب400 لحمه بلدي. الدجاج حاطه له 250 جنيه زي ما تجيبي وزي ما انت عايزه. السمك حاطه له 150 جنيه. المهم ان اجمالي اللحوم 1000 جنيه في ال10 ايام. انت بقى ظبطي زي ما انت عايزه. عايزه تقللي، عايزه تزودي، اللي انت شايفاه صح اعمليه.
المنظفات حاطه لها 200 جنيه، مسحوق غساله اوتوماتيك كيلو اللي هو كيلو اريال بجيبه مش اريال اوكسي والحاجات دي. وعندكم شاور ب20 جنيه، مناديل ب50 جنيه، كلور ب20 جنيه، بتاع اطباق 30، ويدوي غسيل يدوي 20. الاجمالي خزين البيت 1115. اجمالي بتاع ده اللحوم والدجاج 1000 جنيه، يبقى كده 2115 و200 الباقية. بص هما مش 1115 لان انا قللت في الخزين، خليته بس 1100 تمام عشان يظبط معاكم. خلاص كده 1100 بس مش 15. طيب انتي دي الميزانية بالنسبة لك 2300 جنيه 10 ايام. انا ممكن اشيل منهم ايه؟ ممكن اقلل اللحوم اخليهم 700 بس. تمام. لو هجيب لحمة مجمدة، لو هجيب لحمة اقل شوية من ال600 خلاص مفيش مشكلة. اي حاجة من دول انتي عندك وعايزة تلغيها وتوصليها ل2000 انتي تقدري تعملي ده. خلاص. انا بعمل ميزانية معقولة 10 ايام، يعني في الشهر تقريبا حوالي 6 لو 2000، ولو 2300 مش هيبقى الشهر الجاي ال10 ايام التانيين 2300، لا ال10 ايام التانيين هيبقوا اقل. ليه؟ لان المسحوق يكفيني اكتر من 10 ايام، الشاور يكفيني اكتر من 10 ايام. فاهمة قصدي ازاي؟ لكن اللحمة والكلام ده تمام. نيجي بقى للبهارات. انا الصراحة هطلعها من بند منظفات. انتوا عارفين ان انا بشتري هاي لوكس ده، فبيقعد معايا بال3 وال4 شهور، فكله عندي ما عدا مسحوق الغسالة الاوتوماتيك. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. سلام.